هدوء الليل نسمع قلوبنا، كلمات نور تهمس فينا طمأنينة. تعال نبدأ من جديد، قلب هادئ ونبض سعيد، هنا الأمان وهنا السكينة، وهنا نعيش طمأنينة مع الدكتورة نهى مصطفى في رمضان على إذاعة راديو نور قلبك. رمضان فرحته حلوة. هو ممكن تدخل الجنة بقلبك بس؟ في صحابي ما كانش معروف بكثرة الصيام ولا بقيام الليل ولا بعبادة زيادة عن اللزوم، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه من أهل الجنة، وإنه ممكن يدخل الجنة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصحابة استغربوا وتتبعوه لدرجة إن في صحابي راح يبات معاه في البيت علشان يشوف هو بيعمل إيه، ليه هو هيكون من أهل الجنة وليه هيسبق الرسول عليه الصلاة والسلام ويدخل الجنة. لما راقبه لقى إنه عادي جدا، بينام وبياكل وبيشرب وبيعيش وحياته عادية جدا. فقال له أنا مش لاقيك بتعمل أي حاجة زيادة، مفيش أي حاجة مختلفة عن اللي احنا بنعمله. قال له أنا بنام بالليل، مفيش في قلبي غل لحد، مفيش في قلبي كره لحد، مش شايل حاجة من حد، بالعربي كده قلبه سليم. ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قالش بشهادة ولا قلب صلاة ولا قلب صيام ولا قلب منصب ولا قلب صورة قدام الناس، لا، القلب سليم. يعني إيه أصلا قلب سليم؟ قلب سليم يعني مش شايل هم ولا شايل حقد ولا شايل غل ولا شايل حاجة لحد إنه ممكن يضايقوا فيها أو يوقعوا فيها، ولا مستني حد يقع عشان يشمت فيه، ولا مستني حد يجيله كارثة ولا يتدمر عشان يشفي غليله منه، ولا مستني حد يفشل عشان يقوله شفت مش أنا قلتلك إن أنت هتفشل ويقعد يتشفى فيه. أصعب تنظيف في الدنيا هو تنظيف القلوب. جرب كده كل يوم تسأل نفسك هو أنا زعلان من مين؟ هو أنا شايل أصلا من مين؟ وأنا زعلان ليه أساسا؟ وصدقني لما تعرف الإجابة هتلاقي إن الموضوع تافه قوي وبسيط قوي، مش مستاهل كمية الزعل دي، ومش مستاهل إن احنا نحقد على حد أو نغلط في حد أو نغتاب حد أو ننم على حد أو نشيل من حد. القلب السليم هو مفتاحك للجنة، القلب السليم هو مفتاح دخولك الجنة، لأن القلب النضيف بيبقى خفيف، والقلب الخفيف بيبقى أقرب إلى الله. خلي دايما قلبك سليم ودايما ادعي اللهم ارزقني قلبا سليما يدخلني الجنة. نهى مصطفى. هدوء الليل نسمع قلوبنا، كلمات نور تهمس فينا طمأنينة. تعال نبدأ من جديد، قلب هادئ ونبض سعيد، هنا الأمان وهنا السكينة.